السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ هعمل معاكم النهارده الجيلي بطريقه سهله وبسيطه. طبعا كلنا بنعمل الجيلي وبيبقى حلو قوي، بس النهارده انا هقول لكم ان احنا هنعمله بطريقه طبقات. يعني الموز مش هيغير معاكي لونه او اي فاكهه هتضيفيها، لا بالعكس هتكون متغطيه بطبقه الجيلي. اول حاجه بنجيب في اي بوله او طبق عندك وحطي فيه معلقتين كبار من الجيلاتين، ونزلت عليهم بنص كوبايه من الميه اللي انا استخدمتها ميه عاديه مش سخنه. هنقلبهم وهنا بيكون الخليط جاهز معايا. في بولة تانية بقى هننزل بأربع معالق كبار من السكر الحبيبات العادي. والسكر يا جماعة هنا نسبي، يعني احنا ممكن نزود او نقلل حسب ما تحبي. انا هستخدم معلقتين سكر لكل باكت من الجيلي. بعد كده نزلت عليهم ب2 باكت من الجيلي الفراولة، وضفت عليهم 4 كوبايات من المية تكون مغلية زي ما انتوا شايفين، بخار بيطلع منها، دي اهم حاجة. وممكن الخطوات دي كلها نعملها على النار. اول ما تغلي بننزل بالجيلي والسكر، هنقلبهم بقى كويس، وبعد كده انزل عليهم بالجيلاتين اللي احنا حضرناه مع بعض. هقلبهم لحد ما يدوب معايا كل الخليط تماما. بعد كده بضيف ليهم كوباية من المية الباردة، ويفضل طبعا يكون فيها تلج. احنا هنا لو ملاحظين ان احنا مضاعفين الكميات اكتر من اللي بتكون موجودة على باكت الجيلي، لان انا مستخدمة جيلاتين. لو مش هتستخدمي جيلاتين او مش حباه فطبعا هتقللي كمية المية تماما. هنيجي بقى للكاسات بتاعتي. هنضيف الجيلي بشكل طبقات. اول حاجة بضيف يعني تلت الكاس او الكوباية او الطبق اللي هتقدمي فيه، بضيف تلته من الجيلي، وبعد كده بضيف عليه الموز، وبدخله التلاجة او الفريزر لحد ما يتماسك. ومش بياخد وقت، بيتماسك بسرعة لان احنا ضايفين جيلاتين. وده طبعا بيكون بعد ما تماسك معايا نبتدي نخرجه ونضيف تاني طبقة. وتاني طبقة هنا بتكون عبارة عن جيلي بس، مش بضيف لها موز. طبعا انت تقدري تستكفي بالطريقة ديت ان انت تضيفي اول طبقة من الفاكهة وبعدين تكملي بالجيلي وتدخليه التلاجة يتماسك، ويبقى معاكي كده بشكل طبقة واحدة وفي نفس الوقت مغطية الموز. بعد بقى ما تماسك طلعته وضفت هنا موز. يعني احنا هنمشيها اول طبقة معايا بتكون جيلي وموز عادي، وبعد كده بقى بنمشيها طبقات، مرة بضيف جيلي ومرة بضيف موز بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية. وفي الاخر بتكون اهم حاجة بس معايا ان اخر طبقة معايا بتكون هي الجيلي، عشان الموز ما يسودش معاكي او يبقى كده حاساه بيطفو كده على السطح. لا، احنا عايزين يكونوا مغطينه بالجيلي. زي ما انتم شايفين دي اخر طبقة معايا، ضفت عليها الجيلي. بحاول ان انا اغطي كل الموز معايا وهدخله التلاجة يتماسك. والميزة هنا ان ممكن تعملي طبقات من الفاكهة من اي نوع تحبيه، هيكون حلو قوي معاكي. وده بقى بيكون شكله بعد ما خرجته من التلاجة، قد ايه متماسك وطعمه بجد خطير، وشكله بيكون افضل طبعا من ان احنا نعمل فاكهة على الوش كده. زي ما انتوا شايفين اول ما قطعت منه شكل الموز حلو قوي وشكل طبقي كده. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.